السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير عليكم يا حبيبي، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباحكم معطر بذكر الله. النهارده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هنعمل معاكم كب كيك فانيليا وشوكولاته، بس حاجه تحفه جدا. بيضه واحده بس بتعملك 18 قطعه. زي ما انتم شايفين لونها جميل جدا ومفتح من جوه كده مش مكتومه، وكمان السوا والحشو تقدري تحشيها اي حاجه موجوده عندك. يلا بينا حبيبي ندخل على المقادير. اول حاجه معايا كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الزيت، وكوبايه من الدقيق، ومعايا بيضه وفانيليا ورشه ملح، ونص كوبايه من اللبن. اول حاجه هضرب البيضه مع الفانيليا. طبعا انت لو حابه تضربيها بالمضرب الكهربي او السلك براحتك، اهم حاجه يبقى السكر ناعم. السكر الابيض بيفتح معايا لون الكيك او اي حاجه انا هبدا اعملها. احط فانيليا بودر او سايله الموجوده عندك، معلقه الخل دي بقى بتفتح معايا اللون كمان. هبدا اضربهم مع بعض، وبعد كده هبدا ان انا اجيب كل المكونات ديت واحط واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده اللون فتح معايا. هبدا احط السكر اللي معايا، والزيت احطه سرسوب رفيع خالص. هبدا انزل واحده واحده كل ما القوام يتقل معايا. ابدا احط شويه من الزيت. ادي يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده اللون. بدات اضرب المكونات كلها مع بعض. هبدا احط نص كوبايه من اللبن. طبعا انت لو حابه تضعفي المقدار براحتك. اللبن دوت لبن رايب عندي ممرر. دي الطريقه بتاعتي اللي بمشي عليها. اي لبن عندي رايب ما برميهوش حتى لو في مراره. اعملي الوصفه وجربيها وان شاء الله هتعجبك وهتظبط معاكي، ومش هترمي اي لبن رايب بعد كده في مراره او حتى حليب. حطيت دوري معلقتين كبار من النشا، وعلى على كوبايه الدقيق. ببدا ان انا ادخل كل حاجه عشان ندخل هوا العجينه. ومعايا معلقه صغيره من البودر. النشا دوت بنعم الكيك معايا. كيك او اي حاجه انا هعملها كب كيك بيبدا ان هو تبقى الحاجه ناعمه معايا. ورشه ملح. هبدا اقلب كل مكونات الجافه دي على بعض، وبعد كده هبدا احط المكونات السايله على المكونات الجافه. يبقى المقادير كلها موحده بكوبايه واحده. الكوبايه اللي انا هعير الدقيق هي اللي هعير الزيت، السكر، اللبن، كل حاجه. يبقى كوبايه دقيق، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، بيضه، والفانيليا ورشه الملح، نص كوبايه من السكر، وكوبايه من الدقيق، ومعلقه كبيره ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من البودر. هبدا اقلب كل الخليط ده مع بعضه. لو حسيت ان الخليط خفيف شويه هبدا ازود معلقتين دقيق. لقيت الخفيف تقيل شويه وسميك هبدا احط شويه من اللبن. هبدا احط الخليط شويه بشويه كده واقلب. طبعا الفرن انا مشغلاه ومظبطه درجه الحراره بتاعته. ما هياخدش اكتر من 10 دقايق. حابه ان انت تحطي في قوالب الكب كيك على طول. هتبدا ان انت تديها دهنه، او لو انت عايزه تحطي ورق الموجود عندك. ده السمك بتاع الخليط اللي معايا ما بيبقاش خفيف ولا تقيل. بدات ان انا افضي في كوبايه كده ليها بوز عشان خاطر ابدا ان انا افضي في الورق اللي معايا وما يبهدلش الدنيا. ممكن تحط الكب كيك كده زي ما هو في الفرن، او تحطيه على صينيه زي ما انت حابه. انا هبدا احط نص الخليط كب كيك، ولو انت حابه تحطي شوكولاته اي حاجه براحتك، او انت حابه تحطيه فاضي برضو ساده يعني براحتك. المتاح عندك تقدري ان انت تعمليه. هبدا احط قطع من الشوكولاته كده. حاجة بسيطة كده بس بتفرح الأولاد. جربوها إن شاء الله تعجبكم جدا. ببيضة واحدة بس، مش مكلفة خالص. الوصفة بسيطة وسهلة مش مكلفة خالص. على قد ما على قد ما الواحد بيقدر بيعمل حاجات بسيطة تقدر إن انتي تعمليها لأولادك في المدارس أو في أعياد الميلاد. هبدأ أحط خليط من الكيك تاني فوق الشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة تبدأ إن هي تسيح معايا في الفرن.
اي حاجة على علبة الكب كيك هبدأ ان انا امسحها عشان خاطر ما تتحرقش معايا. مش هعملها للاخر عشان خاطر ما تبدأش ان هي تفور مني في الفرن وتنقلب. اديها تخبيطة كده اخرج منها اي هوا. بقي معايا كمية من الخليط يا حبايبي. هبدأ احط عليها معلقة من الكاكاو، وهبدأ ان انا انخله كويس عشان خاطر لو في اي حاجة تبدأ ان هي اي كتل اللي فيها تبقى في المصفى اللي معايا. زي ما عملنا في الفانيليا نعمل في الشوكولاتة هنعمل نص الخليط ونحط قطعة من الشوكولاتة، وبعد كده نحط نص الخليط التاني فوق. جربوا الطريقة دي يا حبيبي وان شاء الله تعجبكم. وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، اي حد يقدر ان هو يعملها. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكمية اهيت يا حبايبي 18 قطعة من الكب كيك. هبدأ احطها في الفرن واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تستوي. بعد ما استوت يا حبايبي بدأت ان انا اختبرها بخلة او بشوكة او بسكينة او باي حاجة. هي لسه سخنة جميلة جدا وتحفة، والشوكولاتة طالعة هي كمان من فوق. جربوا الوصفة يا حبايبي وهتعجبكم ان شاء الله، تعجب اولادكم لانها جميلة جدا ومش مكلفة خالص، وكمان بترمي معاك كتير قوي. زي ما انتم شايفين لونها جميل جدا ازاي، لونها ابيض وتحفة. والشوكولاتة سايحة من جوه طرية جدا. اتمنى يا حبايبي اللي شاف الفيديو لغايه هنا ما ينسانيش بلايك واشتراك في القناه وفعل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. صحة وهنا على قلبكم يا رب.